هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهاردة بقى وصفة النهاردة هي تجهيزات للعيد. خلاص بدأنا تجهيزات للعيد وبدأنا الكحك والبسكوت والبسي فور. واول وصفة معانا النهاردة هي السابليه. السابليه نوع من بسكوتات العيد ومقبلات العيد، وبجد حقيقي بيكون حلو قوي وراقي في التقديم بتاعه. هو مختلف شوية عن البيتي فور في التقديم بتاعه وفي التشكيل وكده، ممكن طعمه قريب ليه شوية، بس بصراحة هو بيكون شكله تحفة. في التقديم هيشرفك حقيقي، والطريقة دي تحفة، محدش هيدوقها منك غيره وهيقولك يعني لازم ياخد الطريقة. بجد بجد خطير، وهنشكله بطرق كتير جدا. يعني سابليه ملوش طريقة معينة في التشكيل، يعني ابدعي بجد. انتي شكلي العجينة والتزيين ده والتشكيل براحتك، وطلعي الروح الفنية كده اللي جواكي. بجد هتطلعي احلى اشكال وخطير بجد ودايب وتحفة. يلا بقى نشوف الطريقة. اول حاجة معايا 600 جرام من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات عادي بس يكون منخول. ومعايا 2 بيضة حجم صغير، تمام. لو البيض بتاعكو حجم كبير يبقى هي كفاية بيضة واحدة بس. ومعايا 200 جرام من السكر البودر. سكر بودر انا طحناه كويس قوي عشان يدوب معايا اسرع. ومعايا 30 جرام من الكاكاو، وده هنستخدمه للجزء اللي هنعمله بالكاكاو. ومعايا 400 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة، والبيض بحرارة الغرفة، كل حاجة بحرارة الغرفة معايا. وكمان احنا الجو عندنا او الجو دلوقتي برد شوية، فالزبدة مش هتكون طرية قوي بس هتكون بحرارة الغرفة. يعني ممكن لو هي في التلاجة تسيبوها يعني بحرارة الغرفة كده قبلها بيوم، هتكون ماسكة نفسها شوية، مش زي طبعا لو في الصيف بتكون طرية خالص، لا هتكون ماسكة نفسها برضو شوية لان الجو برد. هنحطها في العجان، ممكن بالمضرب الكهربي عادي، بالمضرب اليدوي، ممكن بايديكوا عادي، تقعدوا تفككوها كده لحد ما تبقى كريمي خالص. دلوقتي الزبدة خلاص يعني دابت معايا او بقت طرية. هبدأ انزل السكر. انا المقادير بتاعتي سهلة جدا، ما تلخبطش خالص. 600 جرام من الدقيق، 400 زبدة، و200 سكر، و2 بيضة. بجد مفيش اسهل من كده، يعني النسب متناسبة كده وبجد خطيرة. بعد ما نزلت السكر وداب كده معايا مع الزبدة، وحسيت ان خلاص القوام بقى كريمي كده شوية، هبدأ انزل بالبيض بيضة بيضة بالتدريج. اول ما البيضة الاولى تختفي هنزل بالبيضة التانية. وبعدين هنزل بالفانيليا، معايا نص معلقة صغيرة. لو الفانيليا بودر، لو فانيليا سايلة ممكن معلقة صغيرة. وخلاص القوام بتاعي بقى تمام والسكر داب، ويعني القوام بقى جاهز. ببدأ اضيف الدقيق وبقلب هي بالظبط تقلبتين، مش عاوزة اكمل الدقيقة، لا دقيقة ده كتير كمان. اول ما العجينة معايا تتلم، يعني انتوا هتشوفوها دلوقتي، اول ما احس ان خلاص الدقيق لونه راح واختفى ببدأ اقفل على طول. لان اي عجينة بسكوت سواء السابليه او البيتي فور او اي عجينة بسكوت مش بتت مش بتتعجن كتير علشان ما تكونش الجلوتين، واللي هي تبدأ تمط كده وتكون لي عرق، لا ما ينفعش كده، مش هتنفع، هتكون معايا طعم مختلف كمان. انا اول ما الدقيق معايا اختفى خلاص رحت يعني قفلت وبدأت اشيل العجينة بتاعتي. بصوا العجينة بتاعتي طرية جدا، تحسوا في الاول ان هي بتلزق، بس ابدأوا لموها بالراحة وهتبقى مظبوطة معاكم. ما تزودوش دقيق ولا اي حاجة لو حسيتوا ان هي بتلزق. بصوا طرية خالص، لا ما تزودوش بقى دقيق ولا حاجة، هي هتلم معاكم. انا دلوقتي خدت جزء يعني حوالي تلت العجينة وهضيف عليها كاكاو، والتلتين دول انا هحطها في ستريتش راب واحطها في التلاجة. مهم جدا ان احنا نحط العجينة بتاعت السوليه بتاعتي في التلاجة عشان تمسك كده وتبدأ تتشكل بسهولة.
بالذات عجينة السابليه لانها بتكون يعني حساسة قوي، وطريقة التشكيل بتاعتها بتكون دقيقة، فلازم نحطها في التلاجة حوالي ساعة كده او ساعتين. ممكن في الفريزر بس يكون في اول الفريزر كده، يعني على وش الفريزر ممكن نص ساعة عشان نسرع في العملية اكتر. وده تلت العجينة اللي انا خدته، ضفت عليه 30 جرام من الكاكاو. انا في الاول ما ضفتهمش كلهم، حسيت ان هم ممكن يبقوا كتير، بس في الاخر هنشوف دلوقتي ضفتهم كلهم. وضفت كمان يا جماعة حوالي معلقة زبدة، يعني 10 جرام، بس هي ما تصورتش. بس لازم نضيف هنا 10 جرام من الزبدة علشان العجينة بتاعتي هتنشف معايا مع اضافة الكاكاو، فلازم نضيف الزبدة عشان ما تبقاش ناشفة عن العجينة التانية. ضفت بقية الكاكاو اهو، يعني هعملها بقى مع بعض كده، هخلطها. هبدأ برضو الفها بستريتش راب واسيبها برضو مع العجينة التانية في التلاجة. وهسيبهم بقى يرتاحوا زي ما قلت لكم. انا سبتهم حوالي ساعتين كده في التلاجة. بعد ما سبتهم ساعتين جبتهم بقى، هتحسوا ان هي ماسكه معاكم. كمان ممكن تلاقوها حاسين ان هي مجمده، بس هي لا، مش مجمده ولا حاجه، هي الزبده مسكت في بعضها بس شويه لان الجو برد، وكمان حطيناها في التلاجة. هتتعبكم شويه في الفرد، بس ده احسن نتيجه هتاخدوها للسابليه بجد. انا فردت تحتها ورق زبده وفوق ورق زبده برضو علشان اقدر افردها. اضغطوا بقى جامد كده وانتوا بتفردوا عشان يعني تقدروا ان انتوا تفردوها. وبعد ما فردتها خلاص وبقى السمك معايا، انا هوريكم السمك دلوقتي. مش عاوزه السمك يكون يعني تخين قوي ولا رفنع برضو عشان ما يتحرقش في الفرن. وهبدا اقطعها بالتشكيلات بتاعتي وبالقطعات بتاعتي، اي قطعات عندكم في المطبخ، يعني اي شكل انتوا حابينه، بجد بتكون تحفه. انا عندي بقى القلب وعندي الدايره، وكمان الدايره عملت فيها فتحه كمان صغيره عشان يبقى ده الشكل التقليدي قوي بتاع السابليه. وكمان شكلت شكل الورد ده وشكل النجمه، يعني شكلت كل الاشكال، بجد الاشكال كلها كانت تحفه. فانتي بقى يعني شكلي براحتك. بس طبعا في الحاله دي في الوقت ده كانت العجينه معايا ساحت، فانا هعمل ايه بعد ما فردتها وقطعتها؟ يعني بعد ما تفرديها وتقطعيها لازم تاخديها على صينيه وتحطيها في الفريزر، هم 5 دقايق بالظبط، تبدا تتشال معايا كده او تتشمع كده. وابدا ايه ان انا اقدر اشيلها، وببدا ان انا اشيلها بتبقى ماسكه نفسها معايا. لكن لو قبل ما نحطها في الفريزر من بعد ما قطعناها على طول هتبقى طريه جدا ومش هتتشال معاكي. بصوا شايفين السمك؟ يعني السمك مش سميك قوي ومش رفيع. وده انا بعد ما خلصت الكميه دي مش الكميه كلها طبعا، بس بعد ما خلصت بالكاكاو والفانيليا هحطهم بقى في الفرن رف اوسط لمده 20 دقيقه على حراره 180. بعد 20 دقيقة أو بعد 18 دقيقة على حسب اختلاف درجة الحرارة، أو من فرن لفرن، بعد 18 دقيقة يفضل أو بعد 15 دقيقة يفضل إن انتوا تفتحوا الفرن تشوفوه. السابليه مش بنولع عليه الشواية خالص، هو بياخد اللون من تحت كده وبيصفر. مش عاوزينه كمان اللي هو يبدأ يحمر كده، لا، هو يبقى خلاص صفار بسيط كده، وابدأ اطفي عليه وهو هياخد لون كمان من السخونية بتاعة الصوص. بص اللون بتاعه بجد تحفة، دي التسوية الممتازة سواء للسابليه او اي بسكوت او للبيتي فور، بجد هي دي تسوية مظبوطة 100%. بصوا الاشكال بتاعتي طالعة مظبوطة، ولا يعني ولا غلطة. عاوزة اقولكم كمان ان احنا ما ضفناش هنا بيكنج باودر، يعني مفيش بيكنج باودر في الوصفة خالص، يعني الشكل هيطلع معاكي زي ما انتي حطاه. هنا بقى انا بحب اعمل كده في اي بسكوتات او اي
حاجة انا خبزتها وليها اشكال كتير. انا بحب بعد ما اخبزها واطلعها من الفرن بحب احط الاشكال اللي شبه بعضها جنب بعضها، علشان انا تسهل عليا عملية التشكيل وعملية التزيين، وابدا اشوف كل واحدة يعني اللي شكلها فين واللي هتناسب معاها وكده. ده بيسهل عليا وقت ومجهود وكل حاجة، ويفضل ان انتوا تعملوا كده بجد، يوفر لكم وقت وتحسوا الحاجة دي بدل ما هي حاجة تقيلة ويعني مرحلة صعبة، لا هتحسوها ان هي سهلة خالص. كل شكل كده حطوه مع بعضه وتحسوا الموضوع لذيذ. ومعايا شوكولاتة بيضة ومعايا شوكولاتة يعني عادية، ممكن دارك ممكن بالحليب براحتكم. ودوبتهم ممكن في الميكرويف او على حمام بخار عادي زي ما تدوبوهم. قلب الكاكاو انا لزقته كده وبينت في النص، ده القلب اللي احنا يعني جوفناه كده، عملناه بقلب اصغر منه عشان يديني الشكل ده. وده بالفانيليا حطيت له شوكولاته. يعني انا عاوزه اقول لكم ان انا لو عملت الفيديو طويل جدا مش هيكفي الاشكال اللي انا عاملاها او الافكار، الفيديو هيطول قوي. بس انا عاوزه اقول لكم ان الافكار كتير قوي، اي فكره تيجي في دماغكم اعملوها عادي وهيطلع شكلها حلو جدا. بس عموما دي الاشكال المعتاده اكتر لسابليه، وهو ده الشكل يعني الرئيسي يعتبر، اللي هو اول ما نشوفه نعرف ان ده سابليه. عادي ممكن ما تعملوش اتنين على بعض، ممكن واحده بس. من على الوش بقى سبرينجلز، ممكن شوكولاته. انا كمان كنت بشرب شوكولاته بيضه بحطها على الشوكليت دي، ممكن شوكولاته كمان اللي هي الغامقه بحطها على الشوكليت البيضه. وده كمان الشكل مشهور قوي. طبعا ممكن تضيفوا مربى مشمش، تلزقوا مثلا بمربى مشمش بتبقى برضو لذيذة قوي. بصوا بجد شكله عسول قوي، شكله كيوت خالص. ده برضو شكل تاني، ممكن تسيبوا البسكوتة وتزينوها من الجنب كده بس تديني شكل رقيق خالص. ودي كانت الاشكال اللي انا عملتها، عملت اشكال كتير قوي. بصراحة الاشكال كتير والفيديو كان هيبقى طويل جدا، فانا حبيت بس اديكوا افكار. بصوا بجد يعني تحفة. دي انا بعد ما حطيت فيها الشوكولاتة البيضة وسبتها نشفت، انا رحت جايبه خطوط كده برضو من الشوكولاتة البيضة ادتها الشكل الحلو ده. بجد يا جماعة الوصفة ولا غلطة، تحفة، دايب، خطير، طعمه غني، اكنك بتاكلي حاجة مش انتي اللي عاملاها، لا بجد جميل قوي. في التقديم شكله تحفة. بجد لازم تجربوا السابليه بالطريقة بتاعتي، بجد مش هتندموا. استناكم تجربوها، ولو عجبتكم الوصفة تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.